السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سليم محمد رويلي، مطور ومصمم تطبيق الدليل البلس للمواقع البرية. حبيت أشارككم التحديث الجديد للتطبيق. عند اختيار المواقع اللي هي نظام الليستة، أضفت على ليستة المواقع خيار جديد اللي هو الخريطة. عند الضغط عليها تظهر للمستخدم المواقع مع تبيان الأسماء. وأحب أنوه أن المواقع الظاهرة على الخارطة يعني هي 5000 موقع محيط بمكان تواجدك. يعني لو نلاحظ نكبر الخريطة شوي، أنا متواجد الآن بالمملكة الأردنية الهاشمية. لو نكبر الخريطة شوي يعني نشوف المواقع يعني ما هي مغطية المملكة العربية السعودية كاملة إلا شمال المملكة العربية السعودية، لأنه كما ذكرت أن المواقع فقط 5000 موقع من موقعك الحالي. فلو كنا على سبيل المثال بالمملكة العربية السعودية مثلا في حايل، سيظهر لنا التطبيق 5000 موقع محاطة بمدينة حايل. الميزة الثانية يعني يستطيع المستخدم الآن يعني الذهاب لأي موقع على الخريطة واختيار الذهاب إليه من خاصية اللمس على نفس الموقع. الذهاب إلى الآن أصبح لدينا الموقع جاهز للانطلاق، مع ترحيل هذه البيانات لصفحة البوصلة. يعني لو اخترنا صفحة البوصلة نجد أن التطبيق اختار الموقع اللي اخترناه احنا من خلال الخارطة. لو رجعنا ثاني مرة للخارطة يعني نقدر مثلا نختار موقع آخر، يعني هذه النقطة الذهاب إلى، يعني الآن التطبيق اختار الموقع الذهاب إليه. لو رجعنا لصفحة البوصلة نجد الموقع يعني موجود. الخارطة الآن يعني قائمة الخارطة الأولية بقيت على ما هي عليه، يعني خارطة ما فيها مواقع. يعني هذا الخاصية يعني سويناها يعني التبيان المواقع بدون المواقع المحفوظة في التطبيق. يعني لو رجعنا مثلا لصفحة ليستة أسماء المواقع واخترنا الخريطة، راح نشوف أنه في ضخامة مواقع بين البوصلة العادية عفوا الخريطة العادية بدون مواقع. وبإذن الله التحديث الجديد بعون الله ومشيئته، التحديث الجديد سيكون إن شاء الله على تتبع المسار بإذن الله تعالى، وبعض التحديثات الأخرى إن شاء الله راح نشرحها إن شاء الله بالتحديث القادم. لكن من أولويات التحديث القادم إن شاء الله اللي هو تتبع الأثر، تتبع المسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.